قلب القاهرة القديمة حيث تتداخل الحكايات مع المآذن والقباب، يطل علينا حي عريق يحمل عبق التاريخ وروح القاهرة الإسلامية. إنه حي الظاهر الذي ما زال يحتفظ بأسرار المماليك وملامح العصور التي مرت عليها، ليبقى شاهداً على مجد لا يزول وتراث لا يشيخ. حي الظاهر يعتبر أو منطقة الظاهر يعتبر من أهم الأحياء مدينة القاهرة، وهي تعتبر على الرغم من أنها خارج من حدود منطقة القاهرة الفاطمية، إلا أنها تعتبر امتداد لمنطقة القاهرة التاريخية ذات الحضارة الإسلامية الممتدة طبعا من عصر الدولة المملوكية في تلك الفترة اللي هي عصر الإنشاء حتى وقتنا هذا، طبعا طبقا للتغيرات العمرانية المشيدة في هذه المنطقة. سمي الحي بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الظاهر بيبرس، أحد أعظم سلاطين الدولة المملوكية الذي ترك بصمته في كل زاوية من زوايا القاهرة. اختار بيبرس هذه المنطقة لتكون رمزاً لعصره المشرق، فأنشأ فيها مسجده الشهير الذي صار قلب الحي النابض بالحياة والإيمان على مر العصور. منطقة حي الظاهر طبعا أو منطقة الظاهر هي كتير جدا بها من الآثار الخاصة في تلك الفترة. عمل كذلك مسجد خاص به بمنطقة قرب من منطقة الخانكة في ميدان هناك اسمه ميدان بيبرس، ما زال موجود هذا المسجد حتى وقتنا هذا. نجد طبعا كتير جدا من المنشآت المعمارية الدينية، لكن سوف يظل أهم أثر أو أهم مسجد بناه السلطان الظاهر بيبرس هو مسجد السلطان الظاهر بيبرس في حي الظاهر. يتوسط الحي مسجد الظاهر بيبرس، أحد أجمل مساجد القاهرة التاريخية وأكبرها مساحة. يمتاز المسجد بتراثه المملوكي الفريد وزخارفه الحجرية التي تحكي روعة العمارة الإسلامية في القرن السابع الهجري. كما يحتضن الحي عدداً من الزوايا والمدارس القديمة التي كانت منارات للعلم والعبادة. وفي أزقته الضيقة ما زالت البيوت ذات الشرفات الخشبية تروي قصص الأجيال التي عاشت هنا منذ مئات السنين. رغبة من كثير جدا من الحكام في تلك الفترة، هو كان في نوع من الاهتمام بالعمارة. يعتبر طبعا السلطان الظاهر بيبرس على الرغم من فترات الحرب اللي كان بيقودها في بلاد الشام، إلا أن طبعا لم ينسى دوره كمعماري. فنجد أن طبعا كثير جدا من المنشآت المعمارية اللي اهتم بها السلطان الظاهر بيبرس في أثناء فترة حكمه، كان من ضمن الحاجات اللي اهتم بها طبعا سواء إذا كانت من الناحية العسكرية، طبعا كثير جدا من التحصينات الحربية رممها وكذلك أعاد إحيائها مرة أخرى. فحنجد طبعا كان في برضه اهتمام بالمنشآت المعمارية والمنشآت الدينية. فطبعا هنلاقي السلطان الظاهر بيبرس هو ليه مدرسة في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقرب من ضريح السلطان الصالح نجم الدين أيوب، أمام طبعا مجموعة السلطان المنصور قلاوون الصالحي النجمي الألفي. هذه المدرسة للأسف أنها يعني ما زالت بقاياها بس هي اللي موجودة عليها. هنجد في النص التأسيسي وكذلك الإشارة أو العلامة الخاصة بالسلطان الظاهر بيبرس، وهو رانك أو الشعار أو اللوجو على ما يطلق عليه الآن اللي هو البيبرس. بي معناها أمير وبيرس معناها الفهد. هذا هو الشعار الخاص بالسلطان الصالح السلطان الظاهر بيبرس.
طبعا احنا بنشوف ان هو السلطان ظاهر بيبرس هو طبعا تلقب بلقب ركن الدين. هذا اللقب انعم عليه السلطان الصالح نجم الدين ايوب بهذا اللقب. علاء الدين البندقداري نسبة للرجل الذي اشتراه في تلك الفترة في أثناء فترة الدولة الأيوبية، واعتبره كأحد رجاله العظام. ثم بعد ذلك اشتراه السلطان الصالح نجم الدين أيوب لما وجد لهم من قوة بأس وشجاعة لم يشهدها في كثير من المماليك في تلك الفترة. بنجد ان السلطان الظاهر بيبرس طبعا هو ولد عام 620 هجرية، ما يقرب من عام 1223 ميلادية. تاريخ حياته ما يقرب من حوالي 54 سنة. على الرغم من صغر الفترة الزمنية إلا أننا نجد أنه كان كثير الفتوحات والانتصارات، فكثير جدا من الفتوحات تنسب إلى هذا السلطان أو هذا البطل الشجاع، مثل طبعا معركة المنصورة، معركة عين جالوت، معركة الفلسطين، ودي آخر المعارك اللي هو حارب فيها. عندنا طبعا كثير جدا من المعارك اللي هي كانت ضد الصليبيين وضد التتار في تلك الفترة اللي كانوا يعني شبه محتلين بلاد الشام وكانوا يرغبوا في الاحتلال أو الاستيلاء على مصر. بينما كان الصليبيون يتقدمون جنوبا داخل الأراضي المصرية، اشتد المرض على السلطان الصالح أيوب وفارق الحياة بالمنصورة في 15 من شعبان عام 647 هجريا الموافق 23 من نوفمبر عام 1249 ميلاديا. فأخفت زوجته شجر الدر وفاته وأدارت البلاد بالاتفاق مع الأمير فخر الدين، إلا أن نبأ وفاة السلطان الصالح تسرب إلى الملك لويس، فتشجع الصليبيون أكثر وظنوا أن التحالف القيادي القائم بين شجر الدر والأمير فخر الدين لن يصمد طويلا. بعد ذلك عندما عادوا من تلك المعركة نصبوا طبعا شجر الدر هي السلطانة عليهم في تلك الفترة، إلا أن طبعا عندما علم الخليفة العباسي في تلك الفترة اللي هو الخليفة المستعصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية، قال أو بعث رسالة إلى المماليك قال: يا أهل مصر إذا لم يكن فيكم رجلا ليحكمكم ابلغونا حتى نرسل إليكم رجلا ليحكمكم. فما كان من الرأي المماليك في تلك الفترة إلا أنهم كانوا أنها تتزوج أحد منهم، وبالفعل اختارت شجر الدر أن تتزوج من عز الدين أيبك التركماني. ونتيجة طبعا المؤامرات الخارجية بجانب طبعا غيرتها كامرأة من فكرة زواج عز الدين أيبك التركماني من زواجه من بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. فطبعا إلا أنها قامت بعمل يعني من الأعمال الغير محببة بالنسبة للسيدات، أنها قامت بقتل زوجها في الحمام. كان يعني جابوا مجموعة من المماليك وقتلوه في الحمام. وعندما علمت طبعا زوجته الثانية اللي هي أو زوجته الأولى أم ابنه منصور علي، قامت طبعا بقتلها وضربها بالقباقيب حتى ورمت جثتها من جبل أو يعني من قصرها إلى جبل المقطم. وفضلت هذه الجثة ما يقرب من حوالي 3 أيام حتى قام أحد المشايخ الصالحين بتكفينها ودفنها في قبتها بشارع الأشراف. ثم بعد ذلك
نجد أن السلطان أيبك التركماني توفى، وشجرة الدر توفيت. قاموا بتولية المنصور علي في حكم مصر، وطبعا هو فضل ما يقرب من حوالي بعض بضع سنوات، إلا أن كان في خطر مهم جدا في تلك الفترة، وهو خطر الوجود التتار. طبعا التتار كعادتهم طبعا بيرسلوا كثير جدا من الرسل لترهيب وترغيب وتفتيت الروح المعنوية لدى الشعوب الذين يرغبون في القضاء عليها واستيلاء على بلادهم. سيرة السلطان الظاهر بيبرس تعرف أيضا بالسيرة الظاهرية. هي قصة شعبية خيالية طويلة تروي حياة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري وأعماله البطولية التي قام بها. ومن المعتقد أن هذه الملحمة التي تختلط فيها الوقائع التاريخية بالخيال قد كتبت بالقاهرة في العصر المملوكي، وتطورت ونمت عبر السنين إلى أن أخذت شكلها النهائي في بدايات العصر العثماني. بنجد ان طبعا السلطان الظاهر بيبرس كان ليه دور كبير جدا في من خلال الشجاعه والبطوله، لدرجه ان احنا عندنا في سيره مهمه قوي جدا في الادب الشعبي اللي هي سيره السلطان الظاهر بيبرس. وده يمكن رغبه في كتير جدا من العقل او الوعي الجمعي للمجتمع العربي والاسلامي في شخصيه البطل المغوار اللي دايما بيبقى صاحب الانتصارات والكبيره جدا. فنجد ان هو يعني وضع نفسه في سيره مهمه جدا، حفظت طبعا هذه السيره في كثير جدا من الادب العربي والادب الاسلامي، هي سيره السلطان الظاهر بيبرس. بنجد طبعا ان السلطان كانت فيه مجموعه من الاخطار الخارجيه اللي كانت بتحيط فيها، اللي هي مجموعه الصليبيين اللي كانوا موجودين في بلاد الشام في تلك الفتره. الصليبيين طبعا للاسف انه لم يتم خروجهم كامله اثناء معركه حطين التي كانت ما بين السلطان صلاح الدين الايوبي وما بين الصليبيين، وحتى برضه بعد عقد صلح الرمله او معاهده الرمله، الا ان طبعا للاسف كان نوع من انواع التساهل لدى السلطان صلاح الدين انه بعد الانتصار الساحق دون انه فضلت برضه بعض البقايا موجوده وتحصنت من خلال الابراج اللي موجوده في بلاد الشام مره اخرى، واصبحت هي المهيمنه. فكان لابد من القضاء على الصليبيين في تلك الفتره، وبالفعل هو حصل نوع من انواع الحروب الكثيره جدا. كانت من على اثرها طبعا ان يعتبر من بدايات الناس اللي حاربوا الصليبيين بشكل جامد، سواء اذا كان في معركه المنصوره او في بلاد الشام. وطبعا استكمالا لهذا الموضوع وتم القضاء على الصليبيين نهائيا في عهد الاشرف خليل ابن قلاوون، وعادت بلاد الشام مره اخرى الى حاضنه البلاد الاسلاميه، واصبحت مصر يحكمها بلاد مصر وبلاد الشام، يعني كانت هي مقر الحكم في تلك الفترة. بنجد ان السلطان الظاهر بيبرس عندما عاد واصبح له الحكم والرياده كانت هناك مشكله اخرى، وهي فتنه الكوراني. فتنه الكوراني طبعا للاسف ان الدوله الفاطميه قضي عليها على يد الدوله الايوبيه او الايوبيين على يد صلاح الدين الايوبي الذي احيا مره اخرى الخلافه العباسيه بعد ما كانت مصر هي يعني مقر الخلافه الفاطميه. الا ان نتيجه رغبه بعض الفاطميين او بقايا كثير جدا من الفاطميين اللي كانوا موجودين هنا في مصر ان هم كانوا نفسهم ان هم يعيدوا احياء الخلافه الفاطميه، وبالفعل تدعم هذه الحركه احد الرجال او الشخصيات الكبيره في تلك الفتره وهو الكوراني،
وهو هذا الرجل هو من مدينة نيسابور، يعني من شرق العالم الإسلامي. بالفعل عند معالم السلطان تم القضاء على هذه الفتنة وتم استتاب الأمر مرة أخرى. وفي عام 1266 أعيد فتح الأزهر لأداء صلاة الجمعة، وبعد مرور عام بدأ بناء جامع لتقام فيه صلاة الجمعة، وتم اختيار موقع للجامع الجديد وهو ميدان قراقوش، وهو مربع كبير شمال المدينة، وقد انتهى البناء عام 1269. نجد أنه اهتم كثير جدا من المنشآت الدينية، من ضمنها على سبيل المثال عمل إعادة إعمار وفتح مرة أخرى لمسجد الأزهر الشريف. بنجد أنه هو عمل مأذنة خاصة ليه على الجزء الخاص بالمسجد من الناحية الفاطمية أو الجزء الفاطمي على البوابة الرئيسية بتاعته، عمل مأذنة خاصة بها ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا. يحتوي الحي على العديد من الأماكن الأثرية والسياحية مثل معبد نسيم أشكناز ومعبد كرايم، بالإضافة إلى قصر السكاكيني وهو من أجمل التحف المعمارية في الحي. بنجد طبعا عندنا أثر مهم جدا حاليا هو في أعداد الآثار الإسلامية، وهو قصر السكاكيني باشا. قصر السكاكيني باشا هو أحد القصور التي بنيت عام 1897 ميلادية. طبعا ينسب هذا القصر لجبريال حبيب السكاكيني. السكاكيني طبعا نسبة للعمل الذي كان يقوم به هذا الرجل اللي هو قطع يعني صناعة السكاكين والسيوف. ولد طبعا هو من أصول شامية في سوريا عام 1841 وتوفي سنة 1923 ميلادية. بنجد أن المصادر التاريخية طبعا بتذكر له دور كبير جدا عندما جاء وعمره ما يقرب من حوالي 16 عاما إلى مصر. كانت مصر في تلك الفترة تقوم بحفر قناة السويس، ونتيجة لذلك يمكن الخديوي إسماعيل باشا أعجب به كتير جدا منه كرجل يعني عنده المقدرة أنه يحل كتير جدا من المشاكل الخاصة به، فأسند إليه عمل مهم بعد ذلك من الأعمال المهمة، وهي إنشاء لدار الأوبرا المصرية اللي موجودة كانت في ميدان العتبة، اللي قام طبعا حبيب باشا السكاكيني بالقيام بهذا العمل على مساعدة المهندسين الإيطاليين على الإنجاز هذا العمل في وقت قصير جدا. وبالفعل بعد ذلك أعجب به يمكن الخديوي إسماعيل وأعطاه كثير جدا من المنح والعطايا اللي بها عمل بعد كده قصر مهم جدا وهو قصر السكاكيني اللي في منطقة الظاهر. نجد ان حبيب باشا السكاكيني هو رغبة منه عندما زار ايطاليا في تلك الفترة ان هو ينشئ قصر على نفس الطراز المعماري الايطالي، واحضر بعض المهندسين الايطاليين لعمل هذا القصر، وبالفعل تم الانتهاء من هذا القصر في وقت يعني قصير جدا وهو الوقت المحدد ليه. فان القصر كتير جدا من التأثيرات الأوروبية الإيطالية يعني احنا بنقدر نشوفها من خلال المثال الواضح قدامنا دلوقتي اللي هو قصر السكاكين.
بالفعل بعد ذلك يعني بعد وفاته آلت لملكية القصر لهذا القصر لأبنائه وأحفاده. وطبعا كعادة الآثار الإسلامية حصل نوع من الإهمال، إن طبعا الحكومة المصرية حاليا بتقوم بعمل ترميم هذا القصر طبعا مرة أخرى لسابق عهده. شوارع هذا الحي لها شكل متفرد، فالشوارع في حي الظاهر أغلبها من اسم واحد، مثل شارع حمدي، شارع زكي، شارع جعفر. حتى الميادين تتكون من اسم واحد فقط، مثل ميدان فخري وغيره. بنجد طبعا ان منطقه الظاهر بها كثير جدا من الاثار، سواء اذا كانت الاثار المسيحيه او الاثار اليهوديه. طبعا من عندنا الاثار المسيحيه اللي كانت موجوده فيها طبعا هي مجموعه الكنائس اللي هي الخاصه بها، زي كنيسه القديس مار جرجس، يعني الكنيسه الاخرى كنيسه رئيس الملائكه ميخائيل. هي احد الكنائس اللي هي موجوده في هذه المكان. في طبعا احد دي تتبع للكنيسه الارثوذكسيه القبطيه المصريه. في طبعا كنائس طبعا خاصه بطائفه الروم او المارون، احد يعني الطوائف اللي هي تعتبر يعني موجوده لها دور كبير جدا في مصر هنا. طبعا عندنا من ضمن المنشآت العمارة أو مجموعة من المعابد اليهودية في تلك الفترة. يمكن بنلاحظ حاجة جدا في التركيبة السكانية الخاصة بتركيبة المنطقة، نجد فيها مجموعة من الغارب الأعظم وهم من المسلمين، بعد كده المسيحيين، وعندنا طبعا اليهود حبوا في تلك المنطقة فأنشأوا فيها كثير جدا من المعابد. على سبيل المثال معبد نسيم، معبد جراين، في معبد حنان، وهي احد المعابد او الثلاث معابد الكبرى اللي موجوده في حي الظاهر. وطبعا لان هذا الحي كان بيجذب كثير جدا زي ما ذكرت من اليهود اللي عاشوا في تلك الفتره. في طبعا في سلام لغايه طبعا ما للاسف يعني تم هجره كثير منهم ولم يتبقى منهم أحد في تلك المنطقة. حي الظاهر ليس فقط حجارة وتاريخ، بل حياة نابضة، وأصوات الباعة في الأسواق القديمة تشهد على هذا. هنا تتجلى القاهرة الشعبية الأصيلة التي جمعت بين القداسة والإنسانية، بين التراث والواقع. في كل حجر من أحجار الظاهر قصة، وفي كل مئذنة صدى لآذان قديم لا يزال يعلو في السماء. إنه حي يحمل ذاكرة القاهرة ويمثل صفحة مضيئة في سجل الحضارة الإسلامية. الظاهر ليس مجرد حي، بل هو تاريخ يمشي على الأرض.